حكم رمسيس الثاني حوالي 67 سنة. بعد 5 سنين من حكمه خاض معركة كبيرة ضد الحيثيين. لكن سبب شهرته مش بس المعركة، في حاجة تانية كانت سبب الشهرة بتاعته. رمسيس عمل بعدها اتفاقية سلام مع الحيثيين عشان يكون صاحب أقدم اتفاقية سلام بين بلدين في التاريخ. وبنى رمسيس الثاني معابد كتير، أهمها وأشهرها هو معبد أبو سمبل اللي واجهته بتتكون من 4 تماثيل على شكل الملك رمسيس الثاني نفسه، وللناس من العالم كله بتيجي مرتين في السنة، يوم 22 فبراير و22 أكتوبر، علشان تشوف عبقرية المهندس المصري اللي عمل المعبد ده. وهو لما خلق الشمس تتعامد على تمثال الملك مرتين كل سنة. مشهد سيدنا موسى. المشهد اللي قدامنا دلوقتي بيورينا لحظة مهمة قوي في التاريخ، وهي اللحظة اللي وصفات امرأة فرعون لقوا فيها سيدنا موسى بعد ما ألقته والدته في النهر، لأنها كانت خايفة عليه من جنود فرعون لا يقتلوه. وزي ما احنا شايفين على الشمال واقفة أخته علشان تطمن عليه وعلى مصيره بعد ما وضعوه في الصندوق وألقوه في النهر. لكن الغريبة ان اول ما شافته مرات فرعون حبته جدا وقررت انها تتبناه وتربى في بيت فرعون. ولما كبر نزلت عليه الرسالة من الله عز وجل. شايفين في تماثيل تاني؟ أعظم ملك في الإمبراطورية هو اللي احنا شايفين قدامنا تمثاله دلوقتي، وهو الملك والإمبراطور تحتمس الثالث. شكله ده شكل السماوي ده بقى. تحتمس كان قائد عظيم، وعلشان كده قدر يعمل فتوحات كتيرة ويأسس الإمبراطورية المصرية العظيمة، ولحد النهاردة عبقريته العسكرية بتدرس في العالم كله، والعالم يعرفه باسم نابليون الشرقي القديم. تفتكروا واحد منكم في يوم من الأيام ممكن يبقى شخصية عظيمة في التاريخ والعالم كله يدرسها ويعرفها؟ لكن مصر القديمة ما كانتش عظيمة بس بسبب ملوكها، كمان النيل كان سبب كبير في وجود الحضارة المصرية. ولأن منسوب النيل كان مهم جدا بالنسبة للمصريين القدماء، عملوا الأداة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي جنب تمثال الملك تحتمس الثالث، وهي مقياس النيل، وكانوا بيقيسوا بيه منسوب النيل كل سنة في وقت الفيضان. اللي قدامنا دلوقتي بقى هو تمثال للملك إخناتون، واحد من أشهر الملوك في مصر القديمة. اسمه الحقيقي مش كتير يعرفوه، اسمه كان أمنحتب الرابع على اسم والده الملك أمنحتب الثالث، وكان معنى الاسم ده آمون راضي. لكن إخناتون ما كانش راضي عن الاسم، فقرر إن هو يغير اسمه ويسمي نفسه إخناتون، عشان ده كان اسم المعبود اللي اختاره إخناتون، وهو المعبود آتون. وكان إخناتون بيقول إن معبوده ده هو إله واحد للكون كله. لكن ما كانش إخناتون هو أشهر ملك في مصر القديمة. أشهر ملك العالم كله يعرفه اسمه حابي، وبعد كده اليونانيين قدسوه باسم المعبود نيلوس، وهو صاحب التمثال اللي احنا شايفينه دلوقتي، وهو شكل راجل كبير حاطط ايده على راس تمثال ابو الهول رمز الحضارة المصرية القديمة، وحواليهم تماسيح النيل ومجموعة من الأطفال اللي بيرمزوا للمستقبل والحياة المتجددة. بس يا بطل. فاكرين بقى نبات البردي اللي حكيت لكم عليه؟ هو ده اللي احنا شايفينه قدامنا. كان البردي في مصر القديمة رمز لمنطقة الدلتا، وكان مهم جدا بالنسبة لأجدادنا المصريين القدماء. لكن بعد ما الصين اخترعت طريقة تانية في صناعة الورق، ما بقاش المصريين مهتمين بصناعة ورق البردي، ونسينا ازاي أجدادنا كانوا بيصنعوه، لحد ما بدأ الدكتور حسن رجب من أكتر من 40 سنة يعيد زراعته مرة تانية، وقدر يعرف ازاي المصريين القدماء كانوا بيصنعوا منه الورق.
ودلوقتي بقى هنعرف مع بعض أشهر أساطير المصريين القدماء. فين الأسانسير؟ المعبود أوزوريس. المعبود أوزوريس هو أهم معبود عند القدماء المصريين، وكان دايما شكله في التماثيل محنط وملون باللون الأخضر أو الأزرق أو الأسود زي التماثيل اللي قدامنا دلوقتي. طيب إيه بقى هي قصة المعبود أوزوريس؟ أوزوريس كان ملك مصر وكل الناس كانت بتحبه، بس أخوه ست كان شرير وكان عاوز هو الملك، فقرر إنه يقتل أوزوريس وبعد كده قطع جسمه ل 14 جزء ووزع. صاحبة التمثال اللي قدامنا بعد كده هي المعبودة إيزيس، زوجة أوزوريس وأخته المخلصة. بعد ما قطع ست جسمه ل 14 جزء، مشيت إيزيس تجمع أجزاء الجسم كلها، وكانت حامل في ابنها حورس واللي احنا شايفينه دلوقتي موجود على رجلها. وبعد ما جمعت إيزيس كل أجزاء جسم أوزوريس، اديتها لأنوبيس علشان يحنطهم، ويبقى أوزوريس هو صاحب أقدم جسد محنط في التاريخ. واعتبر المصريين القدماء المعبودة إيزيس رمز للزوجة الوفية والأم المخلصة. كان حورس ابن إيزيس وأوزوريس بيظهر دايما بشكل الصقر لأنه كان قوي زي الصقر، وحارب عمه 6 سنين كتير وانتصر عليه وبقى هو ملك مصر كلها. دلوقتي عرفنا إن حورس في الأسطورة المصرية كان هو ملك مصر كلها، لكن تفتكروا بقى مين هو كان ملك المعبودات دول كلهم؟ لينا ما تقعديش دايسة، بصي دوسي على دي. أيوة كده هيفضل شغال. الأسطورة المصرية بتقول إن آمون كان هو ملك كل المعبودات، لأنه كان الملك الخاص بمدينة طيبة أو الأقصر حاليا. وطيبة هي المنطقة اللي جابت لمصر ملوك عظماء طردوا الهكسوس في مصر وعملوا إمبراطورية عظيمة. تعرفوا بقى مين هو أعظم ملك في الإمبراطورية دي؟ زارع بيحصد المحصول بيجمعه في شكل حزم ويحفظه في شنط على شكل شبك، وبعد كده بياخدوا لمنطقة الدراسة، وهي منطقة الأرض فيها بتكون صلبة وشكلها دائري زي ما احنا شايفين، وبعد ما بيفردوا على الأرض تيجي الثيران تدوس عليه وتكسره. طبعا كلنا بنحب الحاجات الحلوة وهي أكتر حاجة بنحب ناكلها، لكن المصريين زمان ما كانش عندهم سكر، كان العسل هو أهم حاجة بيستخدموها في التحلية، وكانت خلايا النحل بتتصنع من أنابيب مصنوعة من الفخار وبتترص فوق بعضها زي ما احنا شايفين في صفوف، وبعد كده بيجي النحل علشان يحط العسل بتاعه جواه. ودلوقتي بقى هنشوف صناعة المراكب. كان المصريين القدماء بيستخدموا المراكب كوسيلة مواصلات سهلة ومريحة، وعشان كده كانت صناعة المراكب مهمة جدا عند المصريين القدماء. وكانت المراكب الصغيرة بتتصنع من حزم من نبات البردي، تتجمع مع بعض وبتتربط بالحبال زي ما احنا شايفينها. وجنب المراكب عندنا مشهد صيد الأسماك. كانت الأسماك مصدر جيد جدا للأكل لأنها مغذية وسهل إن احنا نحصل عليها، وكانت الأسماك في مصر كتيرة ومتنوعة، أسماك في نهر النيل وأسماك في البحار. مش بس كده، الصيد كمان كان من أهم الرياضات اللي عرفها المصري القديم. دلوقتي بنشوف قدامنا طريقة صيد السمك في مصر زمان. الصياد المصري زمان كان بيربط شبكة الصيد بين الكتين، وبعد كده بيبدأ يخبط على المية بالعصاية اللي معاه علشان السمك يتحرك ويدخل جوه الشبكة. شايفين الصياد النهاردة كان يومه حلو واصطاد سمك كتير لأولاده ازاي؟ مش بس صيد الأسماك هو الرياضة الوحيدة، كمان كان في رياضات تانية كتيرة زي المصارعة والرماية والتحطيب أو الرقص بالعصاية. اللبن أو الطوب المعمول بالطين كانت صناعة مهمة لأن الطوب ده كان بيستخدم في بناء البيوت بتاعتهم على عكس المعابد
وعشان يصنعوه كانوا بيخلطوا الطين بالمية. مين ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ المعبود بس. معبود التمثال اللي قدامنا ده شكله غريب ويضحك، لكن ده تمثال لمعبود في مصر القديمة اسمه بس، وكان مرتبط بالمرح والسعادة عند المصريين القدماء، وكمان كانوا بيعتقدوا انه بيحمي الناس من التعابين والعقارب. ودلوقتي بقى هنقرب أكتر من حياة المصريين القدماء. هنشوف حياتهم اليومية وأهم المهن والحرف اللي كانوا بيشتغلوا فيها. وأول مشهد من حياتهم اليومية هنشوفه هو مشهد الحديقة الملكية، وهنشوف فيها الخيمة الملكية اللي بيستمتع فيها الملك والملكة بالمناظر الطبيعية والهواء، وهم بيلعبوا لعبة مصرية قديمة اسمها لعبة السند، وهي تشبه لعبة السيكا. يمكن ما كانتش اللعبة دي بتتلعب كتير ما بين الناس العاديين لأن كان ليها دايما غرض ديني، لكن كمان أحيانا كنا بنشوفهم وهم بيلعبوها مع بعض. ولأن أهم حاجة قامت عليها الحضارة المصرية القديمة كانت الزراعة، وأول جزء من عملية الزراعة هنشوفه هو حرث الأرض، ودي معناها إن المزارع هيجهز الأرض للزراعة باستخدام المحراث الخشب اللي بيسحبوا السيران. أما الخطوة التانية بعد كده هي عصق الأرض باستخدام الفأس زي ما احنا شايفين، وبعد كده بيتم تقسيم الأرض عن طريق عمل خطوط بالطين اللي موجود فيها، وبعد كده حمام من الولايات صورته فلسطين. يا بنتي انا سايبه وصور كله هنزله على الجروب. ما انا برضه هخلي ماما تنزل الحاجات بتاعتي على الجروب. ده هو اللي عمل المكان ده. احنا قلت لكم الاماكن دي نماذج كلها احنا عاملينها هنا، يعني الحاجات اللي كلها بنيها الدكتور حسن ده اللي هو صاحب هو كان زمان جدا، هو مواليد 1911. تعالوا ندخل المسجد. انا كل تمام اهو، ما انا بمسكه اهو مش يقع ولا حاجه. ايوه حقيقي بيقعد. خلاص بقى جلد الفهد ده عشان يميز ما بينه وبين الكهنه اللي موجودين الصغيرين، عشان ده الرئيس بتاعهم، فلازم يحط حاجه كده ايه تميز ما بينه، وهو واقف كده عشان تستاذنوه عشان يدخلكم. قولوا له بعد اذنك عشان يدخلنا. بعد اذنك عشان ندخل. عارفين لو ما وافقش هنفضل واقفين في الشمس كده لحد بكره. لا طيب تعالوا شكلي الراجل الدنيا عامله ازاي جوه. هنا ده اهو. هقول خلاص مكاننا يا شباب، ما حدش يلمس حاجه بس. بص يا بنات، كانوا زمان بيعملوا زي ما احنا عملنا كده بالظبط. الفراعنه كانوا يجوا على المعبد يستاذنوا رئيس الكهنه يسمح لهم يدخلوا المكان. طيب اول ما يدخلوا مكان العباده بيعملوا ايه؟ بيبقى معاهم قرابين وهدايا وحاجات زي كده. كل الصلاه بتاعتهم ان هم يقدموا قرابين وهدايا للايه؟ للتماثيل والاشكال اللي موجوده على العمود دي، اللي هي اشكال الالهه بتاعتهم، يعني زي حتحور. رجع عليا عمليه البيع والشراء كانت بتتم عن طريق نظام المنتجات اللي هو المصايده. المصايده دي ايه؟ بتدي حاجه ثانيه مكانها. لو حد عايز حاجه كمان ما كانش يستخدم. طب يروح مكان يدي له اي حاجه من عنده في البيت هو مش محتاجها، وبعدين هو يدي له حاجه ثانيه، قمح مكان فاكهه مكان ملابس. كان نظام التبادل هو النظام اللي كانوا بيستخدموه لحد ما ظهرت العملات مع بطليموس الاول مع البطالمه. البطالمه محاكم مصر بعد بطليموس الاول ظهرت العملات، لكن قبل كده الفراعنه عمرهم ما استخدموا العملات. كانوا بيستخدموا حوالي 2000 سنه يستخدموا المقايضه مع بعض، يجيب حاجه وياخد حاجه ثانيه مكانها. تعالوا نشوف بقى ايه الفقراء الفلاحين الطبقه البسيطه. هلا صوري تفتكروا ليه يا شباب؟ علشان المصريين يحبوه ويعتبروا ان هو بيحترم المعبودات بتاعتهم. طيب نبدا نتحرك. هنا يا شباب الاسكندر عمل حاجه مهمه جدا. مين فيكم زار اسكندريه؟ تعرفوا مين اللي عملها؟ هو بقى الاسكندر الاكبر دوت. بتشوف هنا تماثيل ليه في الهيئه المصريه.
دلوقتي هتخرج. بس تعالي بصي شكله حلو ازاي.